السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي صديقاتي أعزائي المشاهدين عزيزاتي المشاهدات، إن شاء الله تكونوا دايما لاباس في صحة جيدة. عدت إليكم بفيديو جديد من قصص أم عبدو. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كانت واحد القرية جاية في البحر، حداها البحر، وكان واحد الصياد فقير وناس ملاح، ناس ملاحنا من كثر ما هو ناس ملاح الناس قاعد تحبه. واحد النهار هو رايح يصيد للخدمة تاعو، يصيد خدمته صيادة، يصيد الحوت ويبيع. يصيب واحد المرأة مسكينة، راح صيد قبل، استغفر الله ربي، راح صيد وجاب حوتة مليحة. يصيب واحد المرأة تبكي في واحد البلاصة هكذا تخنا، جا ليها السلام عليكم. وعليكم السلام. وش بيك اختي؟ وش بهم الدراري يبكوا؟ قالت له عندهم 3 أيام ما كلاوش، هم يبكوا من الجوع. وش حكايتك؟ قالت له انا راجلي مات، انا برانيه منش هذه البلاد، جيت من بعيد وماليا ماتوا، جيت هنا كش ما نطلب والله نسترزق، والله كش ما يحن عليا ربي وتحن عليا العباد اللي هنايا. خزر بعد قالها هكذا الحوته اشويها ووكلي وليداتك ما تخليهمش للشر. بدات تدعي له ربي يحفظك، ربي يرزقك، ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. ومن بعد بدات تلم في الحطب، شعلت النار وشوت كي قبل جات تنظف في هذيك الحوته، فتحت لها الكرش تاعها، تصيب هذيك اللؤلؤه كبيره ما شاء الله. وكلت وليداتها ورقدتهم، بعد راحت تسقسي كاش سايغه ثم يشري اللؤلؤ ويشري الذهب. راحت ورتها له، قال هذه غاليه، حطها في الميزان، قالها انا ما عنديش دراهم باه نشريها، بصح نوري لك تاجر يشري الذهب ويشري اللؤلؤ، عنده حقها وزياده. اداها، قالت له هذه لقيتها في بطن الحوته وانا فقيره، وقالها ما يكون الا خاطرك، وزنها كيما نقولوا، جبت لها 3 ملاير تاع هذاك الوقت. فرحت 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 فرحت. راحت لواحد القريه تمشي هزت وليداتها وراحت شرات لهم وش ياكلوا وش يشربوا وكاش ما يخصهم صبابط والله. وراحت لهذيك القريه، قلت لهم اعطوني، حوسوا لي الكبير تاعكم، المسؤول تاعكم الكبير المسؤول على القريه. اداوها لشيخ القريه، قالت له انا جيت من بعيد وراجلي مات وعندي اليتام، ما حابه ندخل في وسطكم، وعندي درهمات الحمد لله رزقني ربي، حبيت نشري دار وندير حوينته ونبيع. قالها معليش، قالت لهم حسبوني بنتكم اختكم، انا حابه ناس مؤمنين نتلظ ليهم كما يقولوا، نكون حذاهم. قالها ما يكون لا خاطرك، انت هربتي ليا وانا راكي في حمايتي، في حمايه ربي، في حمايتي. اشرى لها دار كما نقولوا بيت وكوزينه وحانوت، وبدات تبيع وتشري كما نقولوا مواد غذائيه، السلعه اللي تقدر تشريها وتعاود لها البيع، وتربي في وليداتها. وكل يوم تروح لهذاك المكان اللي كيفتح عليها ربي وتبيع مليح وتصور درهمات، تحوس على السيد تقول لك نعطي له شويه من رزقه، ما تصيبوش. سبحان الله، الوقت اللي تروح هو ما كانش، ما يجوزش من ثم. كي عطى لها الحوته، فتلكم في الهضره، ولا البحر قال نصيد حوته واحده اخرى، الدار ما فيها والو، نروح نبيعها ونشري، كش ما نشري لوليداتي للدار نقضي. تخرج له واحد الحوته، سبحان المعوض الكريم، سبحان ربي، عملاقه، قاعد مديها للسوق، رفدوا معاه الناس باه يرفدوها، كبيره كبيره كبيره. اداها باعها بسومه مليحه، باعها للي يبيعوا السردين وهما يعاودوا لها البيع. وقضى لدارو، جاب اللحم، جاب تعشاو في الليل، وقعد وليداتو شبعوا، مرتو كاع، وقاعد يبدا يقصر. قالها لمرتو كنت شوف اليوم وش صرا معايا الصباح؟ قالت له خير ان شاء الله، وش صرا معك؟ قال لها وانا رايح كي صيدت وعدت راجع، صبت واحد المراه مسكينه عندها اليتامى وتبكي، عطيت لها الحوته وتنوض تعيط، وعلاه تمد لها. قالت له احنا اولى بها، احنا تخلي دارك وولادك وتمد للناس البرانيين. يا مرا قال لها راجلها ميت، ولادها يبكوا راح يموتوا من الشر. قالت له اللي خلقها ما يضيعها، احنا اولى. قالها على بالي سبحانه اللي خلقها ما يضيعها، بصح الانسان وين يقدر يدير الخير يديره.
لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لها أنا غلط، أنا الغلط اللي نهدر لك، نورمالمون ما نهدر لك والو من أسراري. قال في قلبه شريرة ما تحبش الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي وش هذه المرأة اللي بليتني بها؟ الناس تصدق به تصيب يوم القيامة، الناس تمد وهي ماذا بها الماء ما تصدقوش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم زاد الغدوة رايح يصيد، يشوف واحدة الدار النار تشعل فيها ويروح يجري ما كان حتى واحد. كيفاش انطف بدا يرفد في التراب ويرمي ويشوف لفعة، واحد اللفعة كبيرة عملاقة، ويجيب مطرق حتى تحرق من هذيك النار، ويجيب مطرق تاع شجرة كبير ويدخله تحتها ويرميها. سلكها، كي سلكها هدرت معاه اللفعة، قالت له روح ارمي الشبكة في البحر وتهلا في الصندوق. بقى يستعجب، يا اللفعة تهدر. راح طفى هذيك النار بالتراب وراح رمى الشبكة وتخرج له حاجة ثقيلة، يجبد 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 يجبد، ظهر له صندوق كبير. نهار اللي فتحه معمر باللؤلؤ. يا ربي لك الحمد والشكر على هذه النعمة. يا ربي بدا يحمد في ربي ويشكر في ربي، يحمد في ربي ويشكر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال لي اعطاني رزق تاع 20 سنة لقدام. وراح للدار، شرى الولاد والأماك اللبسة، شرى قصر. هذيك مرتوعة تمشنشنة بذهوبات في يديها في رجليها فوق راسها التاج، الخدمة تخدم فيها. بصح اللي فيه الطبيعة فيه ما زالت متكبرة، وكلمة الحمد لله ما قالتهاش، فرحانة بالذهب وهو في كل دورة. يا ربي لك الحمد والشكر، يا ربي لك الحمد والشكر، يا ربي لك الحمد والشكر. المهم وهذاك القرب اللي كانوا ساكنين فيه الأول ما ريبو ما مدو ما باقي، مخليه غلق له الباب تاعو ومخليه. المهم ودار كما نقولوا الحوانت وعاد يبيع. وعاد واحد النهار يسمع قرية فيها الزيتون، قالوا له القرية الفلانية مليانة زيتون من النوع المليح، بصح ماليها مساكن تخصهم من المعصرة، عندهمش معصرة. راح شرى لهم معصرة وقال لهم هاي لك عصروا الزيتون وكولوا وبيعوا لله في سبيل الله، ما تعطوني حتى دورو. وبداو يدعوا له الله يحفظك، الله يسترك، الله يزيدك من خيره، الله يزيدك من ماله، الله يعطيك ما تتمنى. الواحد النهار قالت له مرته اروح اديني المالية. قالها ماليك جامي قلتي لي اديني المالية، وبكري كنا فقراء نقول لك قولي لمالك يسلفونا ولا يعاونونا حتى ينوب ربي، تقولي لي مالية مزيش تهدر عليهم كاع مزيش تهدر على مالية. هي قالت له شوف اسمع الكلام واسكت، روح شري لي شريطة وزوج عودة بيوضة اللون تاعهم بيض. بكري ما كانتش الطوموبيلات، كان غير شريطة والعود، الشريطة والعود. شرى لها شريطة الخير كاين وزوج عودة، وراحوا لواحد البلدة هكذا فيها ماليها. كي راحوا هاك تمشي وراسها في السماء حسب روحها سلطانة، سلمت على ماليها وقعدت. من بعد مالين القرية هذه قالوا جاية المعلمة تاع القرية، جاية المعلمة تاع القرية. بقاو يخزوا شكون المعلمة؟ هي هذيك المرأة الفقيرة اللي عندها الأيتام، هاي طلعت بيها عاد تسكن في القصور، ولادها كبروا وزاد عليها الخير من عند ربي. حتى نتلاقات به، يا فلان وش راه؟ قالها هو وش راكي وليدتك وش راهم؟ قالت له كبروا الحمد لله هم يخدموا حاجه. قالت له دايما نعسك من هذيك بلاصه نقولكش ما نعطيك شويه من الخير تاعك، جامي تلاقيت بك، كل نروح نقعد ونروح. زعفت مرته قالت له وين تعرف اختي؟ ظهرت اختها بنت امها وباباها. قالها هذه اللي عطيت لها الحوته. زحفت قالت له ديما نقول لك ما تمداش ديما يا مخلوقه. قال لها هذه اختك وش بيك هبلتي؟ انا اصلا ما كنتش على بالي باللي اختك، انا مديتها لوجه الله. المهم قالت له خلاص. المهم روحوا للدار، بعد سمعت باللي راجلها شرى معصره لهذوك الناس اللي في القريه وتروح ليهم. قالت من اليوم المعصره هذه تاعي، وروحوا شوفوا وين تخدموا، من اليوم انا نعصر الزيتون وانا نبيعه كلش ليا، شريها لكم راجلي بدراهمو. راحوا يدعوا عليها بالشر، قطعت لنا القوت تاعنا، وكيلها ربي حسبنا الله فيها ونعم الوكيل، كنا تاكلين على ربي وعلى هذا الزيت اللي نبيعوا فيه من العام للعام. وهي حاسبه روحها يا ارض تهدي معاليكي قدي.
تمشي وتتفنطز وتضحك على الناس وتعاير في الناس وتضرب واحد الزلزلة. هو ما كانش ثم، راح الحواني تاعو اللي بعادي يخدم ويبيع، ترفد هذيك القرية وتخبطها. سبحان الله، سلكوا غير بناته وهي بالمعصرة تاعها بقصور تاعها بالخيرات بالخدمان قاع تردموا تحت الأرض وماتوا. المهم ولا القربي تاعو قال الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله اللي ما فرطتش في القربي، والله مديته، والله الحمد لله باقي لي هذا القربي نلم فيه وليداتي حتى نفرج ربي. والمهم ومن بعد بناته تزوجوا، جاو ناس خطبوهم، فتح عليهم ربي، غير اللي تزوج يديها فلان وفلان، غير التاجر غير الوزير غير، فتح عليهم ربي. والحمد لله اللي يدير الخير يلقى الخير. سبحان الله، كما تدين تدان. سبحان الله، دير الخير ونساه، دير الخير لوجه الله ونساه. وكما يقولوا وصلنا لنهاية القصة، وكما يقولوا هذه حكايتي حكيتها وعندكم خبيتها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.